السلام عليكم. إذا غادي نخدموا الآن التمرين الثاني في الامتحان الوطني الموحد مادة الرياضيات وعلوم التجريبية. دونك التمرين الثاني حول الأعداد العقدية. السؤال الأول عندنا هاد المعادلة زد أو كاري ناقص جوج، عرفت واش كيبان ولا لا؟ كنظن غادي خصني نبدل هاد الستيلو، نشوفو شي ستيلو اللي يكون مزيان. إذا بزاف ديال الستيلويات ولكن الأغلبية ما صالحين لوالو. شوفوا هذا ناقص جوج، قلنا جذر جوج زائد جذر ستة مضروبة في زد زائد 16 تساوي صفر. دونك هاد المعادلة هادي السؤال ألف اللي مطلوب منا هو نتحققوا أن الدلتا ديالها كيساوي ناقص 4 جذر 6 ناقص جذر جوج أو كاري. إذا بغينا نتحققوا أن هذا هو الدلتا ديال هاد المعادلة، دونك قلنا كي تنحسبوا الدلتا هو بي أو كاري ناقص 4 أسي، باعتبار أن العامل اللي هنايا اللي هو واحد هو أ، وهاد العامل هذا ناقص جوج جذر جوج زائد جذر ستة هو بي، وهاد العامل هذا 16 هو سي. إذا غادي نحسبوا هاد الدلتا هادي شحال غادي تساوي لنا. بي أو كاري هي هادي، دونك بما أنها أو كاري غادي يمشي هاد الناقص هذا، غادي تبقى لنا 4 جذر جوج زائد جذر ستة أو كاري ناقص 4 في أ في سي، إذا ناقص 4 في 16 في 16. دونك ممكن نعملو ب4، غادي تعطينا 4 جذر جوج زائد جذر ستة أو كاري، نقدرو نديرو هنايا ناقص 16 اللي هي 4 أو كاري. دونك نقدرو كاين بزاف ديال الطرق باش ممكن نخدموا هاد التمرين هذا. ممكن اننا مثلا ننشروا هاد الدلتا اللي عطاونا ديجا ونبينوا انها كتساوي هاد الشيء، اولا نزيدو نحاولوا نخدموا على هاد الدلتا هذه اللي حسبناها ونحاولوا نوصلوا لهاد الصيغه هذه اللي عطاوناهما في الاول. دونك نجربوا هاد الطريقه هذه. هنا عندنا ا او كاري ناقص بي او كاري، نجربوا الا درنا هنايا جذر جوج زائد جذر ستة ناقص 4 مضروبة في جذر جوج زائد جذر ستة زائد 4. دونك ممكن نديرو هاد الفكرة هادي، معرفتش الصراحة واش غادي تخرج لنا ولا لا. هي راه صحيحة، غير الغرض هو اننا نوصلوا لهاد الصياغة هادي. دونك التمارين صراحة ما تنخدمهمش قبل ما نبدا التسجيل ديال الفيديوهات، يعني كنحاول انني نخدم معكم in real time، يعني في الوقت ديال التسجيل عاد كنبدا نخدم التمرين، ما كنشوفوش قبل. دونك بي او كاري ناقص 4 سي. دونك نحاولوا ننشروا هاد الدلتا هادي اللي عندنا ونشوفوا واش نوصلوا لهاد الصيغه هادي. دونك هنايا 4 الى لاحظنا راه هي 6 ناقص جوج، نقدروا نعوضوا هنا ب 6 ناقص جوج و 6 ناقص جوج، هاد 6 و جوج اللي كاينين وسط هاد الجذر المربع هذا، وكان ممكن انها توصلنا لشي صيغه، ولكن غير في اطار اننا نخدموا باسهل طريقه ممكنه. نحاولوا ننشروا هاد الدلتا هادي اللي عندهم هما هنايا اللي هي ناقص 4، وعندنا هنايا جذر 6 ناقص جذر جوج أو كاري، غادي تعطينا هي جذر 6 أو كاري هي 6 ناقص جوج في جذر 6 في جذر جوج اللي هي جذر 12 6 في جوج زائد بي أو كاري يعني زائد جوج. دونك إلا نشرناها هكذايا، نحاولوا أننا ندخلو هاد الناقص لداخل، غادي تولي 4، هادي تولي ناقص 6 زائد جوج، وهنا غادي تبقى عندنا جوج جذر 12، وهذه هي غادي تكون ناقص جوج زائد ناقص 6 ناقص جوج، يعني غادي تكون ناقص 8. دونك فاش كنشوفوا هاد الدلتا اللي حسبنا وهاد الدلتا اللي خرجت لنا هنايا كيكونوا
كيبانوا الصيغ مختلفه. دونك الحل هو اننا ما غاديش نديروا هاد التعميل هذا اللي وصلنا له هنايا. دونك غادي ناخذوا هاد الدلتا هذه اللي كنا بدينا كنحسبوها، وغادي نحاولوا اننا عوض ما نعملوا ننشروا، لان هاد جذر 12 هذا اللي عندنا هنايا ما غاديش يخرج لينا الا ضربنا نيت هاد 2 في 6. دونك باش نضربوا هاد 2 في 6 الحل هو اننا غادي ننشروا هاد المعادله هذه. دونك بحال هذه هي الدلتا اللي عطاونا هما، هذه اللي كاينه في لي دوني عاودنا نشرناها، وهنا غادي نحسبوا الدلتا. دونك هادشي هو اللي كديروا في الوسخ. من بعد بالنسبه للورقه ديال التحرير غادي تشتغل خلاص بطريقه مختلفه، غادي تحسب هذه حتى تسالي، ومن بعد تنشر هذه، وغادي يبانوا لك بانهم متساويين. دونك هنا بحال اللي غادي نوصلوا لهاد المرحله هذه وغادي نكملوا. دونك هادشي كيساوي، خلي هاد الربعه هذه على برا بحال هاد الربعه اللي هنا. دونك هنايا هذه جذر 2 زائد جذر 6 او كاري هي 2 زائد 6 زائد 2 مضروبه في جذر 2 في جذر 6 اللي هي جذر 12. دونك 2 زائد 6 زائد 2 جذر 12 هيا بانت 2 جذر 12 ناقص 16، هذه كتساوي 4. وهنايا 2 زائد 6 هي 8، 8 ناقص 16 هي ناقص 8. دونك هذه هي 2 جذر 12 ناقص 8. دونك هذه هي الدلتا اللي عطاونا، نشرناها عطاتنا هاد 4 2 جذر 12 ناقص 8 الى اخره. وهذه هي الدلتا اللي حسبناها هنايا من بي كاري ناقص 4 اس سي عطاتنا نفس النتيجه. اذا الدلتا ديال هذه المعادله فعلا كتساوي داك الصيغه اللي عطاونا هما، اللي هي ناقص 4 جذر 6 ناقص جذر 2 وكاري. اذا خديت طريقه طويله، ولكن كنظن بان هذه هي اسهل طريقه باش تجاوب، هي انك تتنشر الاولى، كتنشر الدلتا اللي عطاوك، تتنشر الدلتا اللي حسبتي نتايا، وكتلقى انهم كيساويو نفس الحاجه. دونك هذا هو السؤال الف. ندوزو للسؤال باء. اللي عنده علاقه نيت بالمعادله. دونك استنتج حلي المعادله او. دابا عندك الدلتا غادي تستنتج لنا الحلول ديال المعادله. اذا القاعده كتقول انه الحلول ديال المعادله غادي تكون هي زد واحد اللي كتساوي ناقص بي ناقص جذر دلتا على 2 ا، وزد 2 غادي تكون كتساوي ناقص بي زائد جذر دلتا على 2 ا. اذا البلان هو جذر دلتا، خصنا نحسبوا الجذر ديال دلتا. قلنا دلتا بالصيغه اللي عطاونا هي ناقص 4 جذر 6 ناقص جذر 2 اوكاري. اذا هذه اوكاري غادي نديروا لها الجذر، غير غادي يحيد هذا الاس. الربعه معروف انه الجذر ديالها هو 2. غادي يبقى هذا الناقص هذا اللي هو ناقص 1. وهنا فين كندخلوا في الاعداد العقديه ان ناقص 1 الجذر ديالو هو اي. دونك هنايا حيت حنا عندنا باللي اي اس 2 كتساوي ناقص 1، هذه هي القاعده باش كنبداو اصلا نهضروا على الاعداد العقديه. دونك هذا غادي نديروه هو 2 في اي في جذر 6 ناقص جذر 2 الكل اوكاري. هادشي اللي كاين. دونك هاد 2 هي اللي تعطينا 4، هاد الاي هي اللي تعطينا هاد الناقص، وهاد جذر 6 ناقص جذر 2 راه ديجا اوكاري. دونك دابا غادي تجينا باللي جذر دلتا هو غنحيدو اس 2 لهاد الشيء. دونك جذر دلتا هو 2 اي جذر 6 ناقص جذر 2، ومنو غادي نستنتجو الحلول ديال المعادله. اذا زد واحد كيساوي ناقص بي، عندنا بي هي ناقص 2 جذر 2 زائد جذر 6. دونك ناقص بي هي 2 عامل جذر 2 زائد جذر 6 زائد، اولا نبداو بالحل الاول اللي فيه الناقص جذر دلتا اللي هي 2 اي جذر 6 ناقص جذر 2. هذا زد واحد مقسومه خلاص على 2 ا اللي هي 2 في 1. دونك غادي تختزل هاد 2 مع هاد 2، و زد 2 كيساوي نفس البلان ناقص بي هي 2 جذر 2 زائد جذر 6 زائد جذر دلتا يعني زائد 2 اي جذر 6 ناقص جذر 2 مقسومة على 2 في 1 نفس البلان. دونك غتختزل نعملو بجوج الفوق، وغادي نختزلو هاد 2 مع هاد 2، وبالتالي انطلاقا من هاد الشيء غيكون عندنا الحلين ديال المعادله. زد واحد هو هذا اللي كيساوي جذر 2 زائد جذر 6
ناقص نديرو جذر 6 ناقص جذر 2 مضروبة في إي. إذا الحلول عبارة عن أعداد عقدية كما كتشوف، جذر 2 زائد جذر 6 زائد جذر 6 ناقص جذر 2 إي. إذا أعداد عقدية، والعلاقة اللي بيناتهم هي أن زد واحد هو زد 2 بار، لأن هنايا الناقص وهنايا الزائد وداك الشيء الآخر نفس الأعداد. دونك هذا هما الحلين ديال المعادلة، وهذا هو السؤال باء. إذا عندنا السؤال 2. خرجنا دابا من الإطار ديال المعادلة، عطاونا واحد 3 ديال الأعداد العقدية. عطاونا العدد العقدي أ اللي كيساوي جذر 6 زائد جذر 2 زائد إي جذر 6 ناقص جذر 2. إذا هاد العدد العقدي أ اللي عطاونا هو النيت هاد الحل ديال المعادلة اللي درنا، وعطاونا 2 أعداد عقديين أخرين. عطاونا بي اللي كيساوي 1 زائد إي جذر 3، وعطاونا العدد العقدي سي اللي كيساوي جذر 2 زائد إي جذر 2. السؤال ألف: تحقق من أن بي سي بار يساوي أ. سؤال ألف. إذا عملية حسابية بسيطة. إلا كنتي طلقتي يديك في الحساب ديال الأعداد العقدية، بي سي بار، دونك بي هو 1 زائد إي جذر 3، والسي بار هو جذر 2، وبلاصة الزائد لأن درنا البار غادي تولي ناقص إي جذر 2. إذا غادي نشرو هادشي، 1 في جذر 2 هو جذر 2 زائد إي 3 في 2 خلاص هي 6، دونك زائد إي جذر 6. دونك درنا هادي في هادي، درنا هادي في هادي، دابا خصنا 1 هنايا، دونك ناقص إي جذر 2، وهنا عندنا هادي في هادي هي ناقص، و إي في إي هي ناقص 1، دونك ناقص 1 هي 1، غتبقى لنا جذر 6، دونك زائد جذر 6. دونك كتساوي نجمعو هادو اللي ما فيهمش الإي بوحدهم، جذر 6 زائد جذر 2، ونعملو بإي هادو غتعطيك جذر 6 ناقص جذر 2، وهذا هو اللي كيساوي لنا العدد العقدي أ. دونك هذا هو السؤال 2 ألف. 2 ألف. نحيدو هاد الورقة هادي وندوزو للسؤال 2 باء. السؤال 2 أولا لا، باقي ما ساليناش من السؤال 2 ألف. عندنا تستنتج أن أسي كتساوي 4 بي. دونك دائما قلنا فاش كنسمعو كلمة تستنتج يعني من آخر حاجة خرجتيها. دونك آخر حاجة خرجناها هي أن بي سي بار كيساوي أ. دونك منها بغينا نستنتجو أن أسي كيساوي 4 بي. أن أسي كيساوي 4 بي يعني غادي نضربو في السي هنا وهنا. دونك أن بي سي بار سي كيساوي أ في السي، يعني هادي النيت وضربنا في السي في 2 جهات. البلان هو ان السي في السي بار اي عدد مضروب في شنو كيتسمى اللحق ديالو، لا ماشي اللحق ديالو، اي عدد مضروب في شنو كيتسمى البار بالعربيه، راه كتبوها لنا في الاول ديال التمرين، المرافق وقيله اولا المقابل ما عرفتش. المهم ان اي عدد مضروب عقدي مضروب في البار ديالو كيعطينا داك المنظم ديالو اولا لا نورم ديالو، ولا نورم ديالو كي تنحسبوها لا نورم ديال واحد العدد عقدي. الا كان عندنا عدد عقدي مثلا زد كيساوي ا زائد اي بي، لا نورم ديالو هي ا او كاري زائد بي او كاري جذر المربع ديال هاد الصيغه هادي، الجذر ديال هاد ا او كاري زائد بي او كاري. حنا عندنا ان سي كتساوي جذر 2 زائد اي جذر 2، اذا لا نورم اولا المنظم ديال سي كيساوي دونك نورمالمون القاعده هي انه زد في زد بار كيساوي المنظم ديال زد او كاري. كنظن انه هذه هي القاعده. دونك المنظم ديال سي في هذه الحاله هذه غادي يكون كيساوي الجذر مربع ديال جذر 2 او كاري زائد جذر 2 او كاري، هذه هي 2 وهذه هي 2، والجذر ديالهم هو 4.
دونك هنايا راه مكايناش او كاري، انه شحال هادي ما راجعت هاد القواعد هادو، ولكن على اي زد في زد بار كيساوي المنظم لا نورم ديال زد. دونك هنايا سي المنظم ديالها كيساوي 4، وهذا هو اللي كيساوي سي في سي بار. دونك هنايا سي في سي بار كتساوي المنظم سي في سي بار، هادي غادي تولي هي 4. دونك من هادشي 4 بي كيساوي سي، وهذا هو المطلوب منا الاستنتاج ديالو. اذا هذا هو الاستنتاج ديال السؤال الف. السؤال باء: اكتب العددين العقديين ب و سي على الشكل المثلثي. اذا على الشكل المثلثي السؤال باء عندنا الشكل المثلثي هو فاش كنديروه على شكل داك المنظم ار كوسينوس تيتا بلس اي سينوس تيتا. اذا هكذا بغينا نكتبوا هاد العددين بي و سي. نقسموا الورقه على جوج. عندنا العدد بي كيساوي 1 زائد اي جذر 3. اذا دائما البلان اللي قلنا هو اننا كنحسبوا المنظم ديالو ار باش كنعملوا به باش كتخرج لنا الصيغه المثلثيه. اذا المنظم هو اللي قلنا بي في بي بار، اولا هو هادي او كاري زائد هادي او كاري الجذر المربع ديالهم. اذا المنظم ديال بي اولا ديك ار اللي بغينا هي جذر مربع 1 او كاري زائد جذر 3 او كاري. هذه هي 1 وهذه هي 3، 1 زائد 3 هي 4، والجذر ديالها هو 2. اذا هنايا غادي نعملو بجوج، هذه غادي تولي 1 على 2، وهذه غادي تولي جذر 3 على 2. دابا البلان دائما هو كيفاش تنقلب انا على هاد 1 على 2 وجذر 3 على 2. فما تنحفظش انا دوك الزوايا، كندير غير واحد الدائره مثلثيه، ماشي ضروري تكون متقونه بزاف. دونك هنايا كنقلب على واحد الزاويه اللي الكوسينوس ديالها هو 1 على 2. دونك هذه هي البلاصه ديال الكوسينوس، تقريبا النص ديال الكوسينوس، والاخرى جذر 3 على 2. اللي خصني نعرف هو ان جذر 3 على 2 قريبه لواحد. دونك هذه هي جذر 3 على 2 غادي تكون هنايا. دونك قريبه لواحد اكثر من هاد 1 على 2. 1 على 2 راه هي النص، وجذر 3 على 2 راها قريبه لواحد. اذا الزاويه اللي الكوسينوس ديالها هو النص كنلقاها باللي راها هنايا. وانا غادي نكون عارف ان الدائره المثلثيه هاد اللعيبه هذه هي بي مقسومه على 6، وهنايا هذه هي بي مقسومه على 4، وهاد اللعيبه هذه اللي هنايا هي بي على 3. اذا الزاويه غادي تكون هي بي على 3. دونك بي كيساوي 2 كوس بي على 3 زائد سينوس بي على 3. اذا هذه هي الصيغه المثلثيه ديال بي. بالنسبه لسي اللي هي جذر 2 زائد اي جذر 2، دونك الا كنتي خدمتي بزاف ديال التمارين راه تقدر تعرفها من الديبار. قبيله لقينا اللاحق ديالها اللي عملنا به اللي هو 2 جذر 2 على 2 زائد اي جذر 2 على 2. كنقول لاحق ما سميتوش اللاحق. دونك لقينا المنظم ديالها اللي هو 2. حتى ربما التسميه ديال المنظم كتقال فاش كنهضروا في الصيغه المتجهيه، فاش كنهضروا على متجهات. على اي حتى نقلب على الاسم بالضبط باش لان مده وانا كنقرا هاد المسائل باللغه الفرنسيه، دونك بداو كيمشيو ليا المصطلحات اللي بالعربيه. دونك هاد جذر 2 على 2 وهاد جذر 2 على 2 اللي هنايا هما جذر 2 على 2 غادي يكونوا هنايا. ديما كتعرف ان جذر 2 على 2 صغر من جذر 3 على 2 اللي جايه هنايا، ولكن في نفس الوقت كبر من 1 على 2. دونك دائما جذر 2 على 2 كتجي مع بي على 4. دونك هادو مسائل تقريبا بقوه الممارسه كيوليو معروفين. زائد اي سينوس بي على 4. اذا هذه الصيغه المثلثيه ديال العدد العقدي سي. السؤال ج: استنتج أن أ هو 4 كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12. إذا معروف أنه فاش كيكونوا عندنا جوج ديال الأعداد مكتوبين بالصيغة المثلثية ديالهم، ف الجداء ديالهم كيعطينا أن هذا المنظم هو الجداء ديال المنظمين، وهاد الزاوية هي المجموع ديال الزاويتين. دونك هادشي اللي غادي يكون هنايا المجموع ديال الزاويتين والجداء ديال المنظمين.
وهذا الشيء كيبان اكثر في الصيغه الاسيه في طبيعه الحال. الا بغينا نحولوا هادو للصيغه الاسيه كتجي باينه اكثر. على اي حنا كنا ديجا بينا في السؤال اللي قبل ان AC كتساوي 4 بي 4 بي. دونك AC كتساوي 4 بي كيعني ان AC كتساوي كتساوي 4 بي على C. دونك هنايا في هذه الحاله هذه 4 غادي تبقى برا نخليوها هنايا، و بي على سي غادي تكون عندنا 2 على 2. وهنايا كنا مثلا كاتبينها بالصيغه الاسيه هذيك غادي تكون هي او اي بي هي بي على 3، والتحت هي او اي بي على 4. دونك غادي تجينا في هذه الحاله بي على 3 ناقص بي على 4. دونك هذا هو المطلوب. غادي تعطينا هنايا 4 في 2 على 2 هي 1. دونك كتبقى هنايا 4 في كوسينوس بي على 3 ناقص بي على 4 زائد إي سينوس بي على 3 ناقص بي على 4. دونك إلا حسبنا هنايا بي على 3 ناقص بي على 4 غتجيك 4 بي ناقص 3 بي هي بي، 3 في 4 هي 12. دونك هذا هو اللي مطلوب منا الاستنتاج ديالو، هو أن أ كيساوي 4 عامل كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12. إذا هذا هو السؤال ج. إذا السؤال الثالث عندنا في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد منظم مباشر و في نعتبر النقط B و C و D التي ألحقها على التوالي هي B و C و D، بحيث هذا D هو A أس 4. إذا B و C ديجا عندنا، و D اللاحق ديال النقطة D هو A أس 4. ليكن Z لاحق نقطة M و Z بريم لاحق نقطة M بريم صورة M بالدوران R الذي مركزه O وزاويته B على 12. السؤال ألف واخا. دونك عندنا 3 ديال النقاط. A اللاحق ديالها هو A، نقطة B اللاحق ديالها هو B، و عفوا عندنا B و C دونك مكايناش A، وكاينة B وكاينة C كبيرة اللي اللاحق ديالها هو C، وعندنا D اللاحق ديالها هو واحد D بحيث هاد D كيساوي A أس 4، وعندنا واحد الدوران اللي المركز ديالو هو O والزاوية ديالو هي B على 12، و النقطة M اللي اللاحق ديالها Z الصورة ديالها بهاد الدوران هي M بريم اللي اللاحق ديالها Z بريم. السؤال ألف مطلوب منا نبينو أن Z بريم كيساوي 1 على 4 AZ، أن Z بريم كيساوي 1 على 4 AZ. إذا باش نبينو هاد العلاقة هادي غنعتمدو على القاعدة اللي عندنا ديال الدوران. دونك اللاحق ديال هاد النقطة O هو 0. إذا عندنا Z بريم ناقص 0 كيساوي او اي بي على 12 ديال الروتاسيون زد ناقص 0، يعني ان زد بريم كيساوي كوسينوس بي على 12 اللي هي هادي زائد اي سينوس بي على 12 مضروبة في زد. وحنا كنا قلنا ان ا كيساوي 4 مضروبة في كوسينوس بي على 12 زائد اي سينوس بي على 12. إذا هادي هي كتساوي 1 على 4 مضروبة في ا، دونك تساوي 1 على 4 في ا في زد. إذا زد بريم كتساوي 1 على 4 في ا في زد، وهذا هو اللي مطلوب منا نديمونطريو في هذا السؤال ألف. السؤال باء هو حدد صورة النقطة سي بالدوران ار. إذا صورة النقطة سي بالدوران ار، دونك دائما نفس القاعدة. هاد الصورة ديال سي اللي نسميوها مثلا سي بريم ناقص 0، دونك لأن ديجا خدينا القاعدة هي هادي ديجا وصلنا ليها، إذا غادي نستعملوها مباشرة أن سي بريم غادي تكون كتساوي 1 على 4 في أ في سي. دونك لأن عندنا أن زد بريم كتساوي 1 على 4 أ زد، دونك سي بريم اللي هي الصورة ديال سي اللاحق ديالها هو 1 على 4 في أ في سي كتساوي 1 على 4. السي كنا ديجا حسبناها كنظن فشي سؤال قبل، كنا بينا ان السي كتساوي 4 بي.
في 4 بي. نقول هنا أن أ سي كتساوي 4 بي، ديجا حسبناها في السؤال جوج ألف، كنا بينا أن أ سي كتساوي 4 بي. دونك هنايا هادي كتساوي بي. إذا صورة سي بالدوران ار هي بي. دونك بكل بساطة بي التي لاحقها بي. دونك سؤال جيم، حدد طبيعة المثلث أو بي سي. جيم طبيعة المثلث أو بي سي. إذا ديجا عندنا أو بي المسافة كتساوي أو سي. دونك هذه لأن بي و سي كنا حسبنا المسافة ديالهم، يعني كنا حسبنا المنظم ديالهم في الأسئلة اللي قبل، لأن ديك بي هي 1 زائد إي جذر 3. دونك كنا لقينا أن هاد المسافة بي اللي هي هاد أو بي كتساوي جوج، وعاوتاني سي كانت هي جذر جوج زائد إي جذر جوج. دونك هاد سي حتى هي اللي كتساوي المسافة أو سي هي جوج. إذا بعد هاد المثلث هذا راه متساوي الساقين. متساوي الساقين زائد أنه هاد الزاوية هادي أو بي أو سي، اللي بما أن بي هي الصورة ديال سي بهاد الدوران هذا، دونك هادي كتساوي بي على 12 دو بي. إذا ما كاينش هنا لا زاوية قائمة لا والو، عندنا فقط التساوي ديال الساقين. دونك دائما إلا بغيتي أنك تكون متيقن من هاد المسائل هادو، تقدر أنك تحاول ترسم الشكل وغادي يبان لك فعلا أن المثلث متساوي الساقين، أو لا غير من الحساب بطريقة أناليتيك تتعرف أن المثلث أو بي سي متساوي الساقين. اذا تقدر الا بغيتي تتاكد تاليميني حوايج اخرين، مثلا تحسب المسافه بي سي اللي غادي تكون هي اللاحق ديالها هو سي ناقص بي مثلا، وتحسب هذه المسافه هذه وكتلقى انها ما كتساويش جوج، يعني انه ماشي متساوي الاضلاع، فقط متساوي الساقين. الا بغيتي تيقن من هذه القضيه هذه. السؤال د واخر سؤال في التمرين هذا، بين ان ا اس 4 كيساوي 128 بي. دونك هنا غادي نستعملوا القاعده ديال موافر باستعمال قاعدة موافر أ أس 4. بغينا نبينو أنه كيساوي 128 بي. إذا نرجعو لأ اللي عندنا هو 4 كوسينوس بي على 12 زائد إي سينوس بي على 12. دونك أس 4 كنديرو هنا 4 أس 4، وهاد كوسينوس بي على 12 غادي تكون هي كوسينوس كنضربو هنايا في 4، هاد الأس هذا كيدخل لوسط الكوسينوس، هادي هي القاعدة ديال الموافق، زائد إي سينوس نفس القضية 4 بي على 12. دونك 4 أس 4 هي هاد 128 تنظن. 4 في 4 هي 16 في 4. دونك تنظن ماشي 128 لا 256 كتر لأن 16 في 16 هي 256. دونك هي هاديك 256 في كوسينوس هادي غادي تولي بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3. هادي غادي نرجعوها 128 في جوج في كوسينوس بي على 3 زائد إي سينوس بي على 3. شكون هو العدد العقدي اللي المنظم ديالو هو جوج والزاوية ديالو هي بي على 3؟ هو اللي كنا سميناه بي. إذا هي 128 بي. دونك هذا هو الاستنتاج. واستنتج أن النقط O و B و D مستقيمية. إذا باش كنستنتجو أن النقط O و B و D مستقيمية، تيخصنا داك الزاوية ديك OC على OD خصها تكون كتساوي شي عدد اللي كينتمي ل R. دونك غادي نبينو أنها كتساوي عدد اللي كينتمي ل R. دونك خصنا C ناقص اللاحق ديال O اللي هو 0 على دي ناقص اللاحق ديال او اللي هو 0، او العكس الا بغيتي دي ناقص، المهم بجوج بحال لان الا كانت او سي على او دي كتنتمي لار، حتى او دي على او سي كتنتمي لار. دونك غنحسبوا هذه سي على دي. حنا كنا قلنا ان
بما انهم قالوا يستنتج سي على بي عفوا ماشي دي، دونك هذه بي، وهنا كنهضروا على او بي. داكوغ، دونك هنايا بي ناقص صفر، دونك ا اس 4 كتساوي 128 بي او و بي و دي. دونك هنايا راه خربقت هاد القضيه في خطره بشويه علينا. قال لك او و بي و دي ياك. هاد او اللاحق ديالها هو صفر، بي اللاحق ديالها هي بوتي بي، وهذا دي اللاحق ديالها هو دي اللي كيساوي ا اس 4. اذا هذا هو اللي مطلوب منا هنايا، نبينوا ان هاد ثلاثه النقط هما اللي مستقيمين، يعني كنهضروا على او بي على او دي. داكوغ، دونك او بي غادي نخليوها هي بي ناقص صفر، وهذه لتحت هي دي ناقص صفر. اذا بي ناقص صفر نخليها هي بي، والدي قلنا هي ا اس 4. هذه هي الدي في التعريف ديالنا، وعندنا ا اس 4 كتساوي 128 بي، هي اللي يلاه حسبناها في هذا السؤال هذا اللي قبل، انه ا اس 4 كتساوي 128 بي. دونك هذه هي بي على 128 بي كتساوي 1 على 128 اللي هو عدد كينتمي لإغ، عدد حقيقي. إذا أو و بي و دي مستقيمية. وهذا هو آخر سؤال في هذا التمرين الثاني. غادي نخلي لكم في الديسكريبسيون وفي الأعلى ديال الفيديو اللين ديال التمرين الثالث والتتمة ديال هذا الامتحان الوطني الموحد. التوفيق للجميع.